شوفوا اللي وعدتكم باش ندير لكم شارك العريان. سمحوا لي بصح راح نوعدكم باللي راح نديرو لكم بعد ما عجبكم شارك مسكر. خواتاتي اللي ما شافتش شارك مسكر تدخل القناة تاعي، تفعل زر الجرس وتشترك في القناة ودير لي لايك، وان شاء الله يعجبكم تشارك مسكر تاعي. المهم حبيباتي، اليوم جبت لكم في هذا الفيديو هذه المعسلة الصغيرة، هذه الكيوت الشكيكونة هذه، بصح محاينها كبار، صدقوني صغيرة بصح محاينها كبار. لا في البنة لا في اقتصادية لا خفيفة معسلة حتى للقلب. طيبيها بلا بيض، طيبيها غير في المقلاة، راح تعجب ضيافك، راح توجديها رمضان، راح توجديها في هكذا ليه بعجينة صغيرة، راح دير لك طبسي معمر الله يبارك. يعني ديريها والله ما تندمي. وكما العادة والعوايد حبيباتي، قبل أن نبداو في أي فيديو نصلو ونسلمو على حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما راكي تشوفي حبيباتي المقادير اللي هي: عندنا 2 كيسان فرينة مع نص كاس تاع سميد يكون رقيق. هنايا كما تعرفوا لازم نصيروا السميد والفرينة تاعنا باش نهويوهم، وباش تاني نحولهم كالشوائب زايده. هنايا عندنا انا درت 3 مغارف تاع، يعني جاتني تقريبا ربع كاس. درت 3 مغارف زيت مع مغرف معمرة تاع سمن. تقدري تستعملي غير الزيت برك، ولكن السمن راح يعطي لها بنة واحدة اخرى. هنا عندي مغرف تاع لافاني ومغرف تاع بيكربونات، كما تعرفوا المعسلات يديروا الحريق بزاف، نزيدو هذيك بيكربونات. عندي قرصة ملح، وعندي مغرف سكر، وعلى راس المغرف صغيرة خمارة تاع الخبز ولا تاع البولونجي، كل واحد واش يقول لها. المهم حبيباتي، هنايا كما راكم تشوفوا راني نطم في كما يقولون راني نبسس فيها، نبسس في العجينه تاعي، ولا ندخل هذوك الزيت والسمن داخل العجينه تاعي. هنا عندنا نص كاس تاع ماء وزهر، ماء الزهر يعني ماء الزهر والماء عادي، خلطتهم ودرت هنايا كما يقولوا لميت العجينه تاعي. شوفوا عجينه صغيره بصح صدقوني دير لكم تعمل لكم طبسي كبير ماشي صغير، الله يبارك، يعني زاكيه بالبزاف. المهم العجينه تاعك ما لازمش تكون جاريه، وما لازمش تكون ثاني يابسه، تكون طريه طريه. هنا انا جبت الميزان تاعي، وزنتها بين 16 17 15، يعني ما كما يقولوا ماشي حاجة، بين 15 و 17. هنايا شكلتها على شكل أصابع، تجي درتها في الأطراف تجي شوية رقيقة، وفي الوسط تجي بومبي، باش كي تحليها يجي الشكل تاعها شباب. دوكا تشوفي بهذا الحلة اللي شريته، يعني لقيته في المارشي، وجات في بالي هذه الفكرة باش ندير به. وعندي تاني واحد الكاطو واحد اخر ان شاء الله، معسلة واحدة اخرى، ولا ممكن يجي ماشي معسلة. مهم من بعد نشوف كيفاش ندير لكم بهذا الطابع هذا ولا المول هذا ولا هذا الحلال ولا واش تسميه. المهم شوفي حبيبتي، انايا درت لك هذه الحبيبات باش عاودت لك باش تشوفي مليح كيفاش ندير الشكل تاعها. شوفي صغيور وصدقيني بصح البنة تاعها هايلة رهيبة، والله غير صدقوني رهيبة. تأمني بلي تاكلي حبة تصيبي روحك تاكلي في 10، تنمولي خفيفة ما تجيبيش كامل الخبر. المهم انا خلصت في ساعتها. شوفي حبيبتي هنايا كيفاش راني نرولي فيها هذيك العجينة تاعي بعد ما شكلتها بهذاك الحلال. شوفي الشكل تاعها رائع، يعني شباب بزاف كيوت كما يقولوا وليدي صغير، شابة بالبزاف، مالغري هي سامبل اقتصادية سهلة، ولكن النتيجة رائعة ولا أروع. شوفي تقرصيها في الطرف في الأطراف منها باش كي تكوني تقلي فيها ما تحلش، ما تتفتحش الحبة تاعك، قرصيها هكا مليح غير على الأطراف غير شوية برك، باش كي تكوني تقلي فيها ما تتفتحلكش وما يروحلهاش الشكل تاعها.
المهم حبيباتي، بعد ما كملت كامل هذوك الحبيبات تاوعي شكلتهم، جبت كسرونة تكون ثقيلة، تكون يعني ثقيلة ماشي هذوك الخفاف. خليت الزيت تاعي سخن مليح، ومن بعد نقصتلو يعني حتى للطرف، باش كي تكوني تقلي فيها ما تنحرقلكش، وكيما يقولوا طيب حتى للداخل. كان ديري سخون، ديري النار قوية، كي تقليها تتحمر من الفوق ومن الداخل تبقى عجينة. هنا كيما راكي تشوفين نقلب فيهم، حمريهم مليح مليح بلا ما تحرقيهم، يعني قلبيهم هكا شوية وقلبي باش ما ينحرقولكش. هنايا انا كنت موجده الحسل تاعي اللي هو بارد، والمعسلات تاعي تكون سخونه. هذه هي القاعده، كي يكون الحسل بارد المعسلات تاعك تكون سخونه، واذا كانت المعسلات تاعك بارده العسل يكون سخون، باش الحلوى تاعك ما باش تجيك معسله بيان، كما يقولوا معسله حتى للقلب. كما راكي تشوفي هنايا خليتها ان مومون داخل العسل، يعني خليتها فتره بين 5 دقائق 10 دقائق هكاك باش تتعسل لنا مليح، ومن بعد تحطيها في كسكاس تقطر، ومن بعد تحطيها في طبق التقديم بهذا المنظر الرائع الشهي اللي كما يقولوا اقتصادية هايلة. اخواتاتي ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، ديروا لي لايك وتعليق اذا عجبتكم هذا الفيديو، ونقولكم السلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. ونوعد احباباتي ان شاء الله نقدم لكم الشارك العريان ان شاء الله. سلام.